أهلا بيكم من جديد في كود فيرس. ده الجزء التاني من شرح مسألة مهسينا على موقع كود شيف، والنهاردة هنكمل مع بعض باقي الأفكار ونراجع الحل بالتفصيل. كنا المرة اللي فاتت وقفنا أو في الفيديو اللي فات وقفنا لحد هنا، طبعا لحد إلس، وقلنا وعملنا هنا نوت إن دي المكان بتاع القط الأنلاكي، ماشي، وعملنا الإف والفور لوب. خلينا نكمل مع بعض، وفي اخر الفيديو ان شاء الله هنجيب كده الكود ده كده من اوله، نشرح احنا عملنا ايه وشوفنا ايه. بس لازم واهم حاجة انك تكون شفت الجزء الاولاني قبل ما تدخل على الجزء التاني عشان تفهم الجزء الاولاني، لان هو يعتبر تكملة للجزء التاني. طيب، يلا بينا نكمل. اول حاجة احنا وقفنا هنا، احنا كنا الاول احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل السيمبل 1 ده اللي هو الانبوت 1، وكنا قلنا ان ال N دي اللي هي بتاعة عدد السولدرز اللي هو رقم المجهول، احنا معرفش ايه هو. اما ال A دي اللي هي الاري بتاعتنا، اللي احنا قلنا ان احنا المفروض نكتبها بالشكل ده، ان تبقى A وجنبها رقم اللي هو يعتبر ال N اللي زي كده. وطبعا لما جينا نكتب في الكود كان لازم نعمل الشكل ده، ما كانش ينفع نحط الاتنين جنب بعض على طول. تمام، خزناهم وعملنا variables وعملنا الفور لوب ومشينا طبعا بالخطوات دي وكتبنا النوتس. عايزين بقى نكمل، هنعمل ايه النهارده؟ طيب دلوقتي انا المره اللي فاتت وقفت لحد هنا، لحد الاف دي والإلس، وقفت هنا وقلت ان دول الجزئيه دي بتاعه اللوكي، اما الجزئيه دي بتاعه الانلوكي. جميل جميل، ماشي. طب ما أنا دلوقتي اصلا انا عشان اعرف للكمبيوتر بتاعي او اللابتوب، انا دلوقتي عايزه اعرف له ان ده، هل ده كان فعلا كان lucky ولا ده كان unlucky؟ طب ده انا هعمله ازاي؟ ما انا لازم اخزن، ما اعمل integer تاني او احط variable جديد عشان يتخزن، علشان لما اجي لما الكمبيوتر يشوف variables اللي متخزن عندي يفهم، او يروح يترجم للكمبيوتر او للكومبايلر ويطلع لي الناتج. فانا هعمل ده كده ازاي؟ لازم اخزن، لازم اعمل variable جديد. يبقى انا المفروض هعمل variable، يبقى احط integer. هحط الانتجر دي بقى فين؟ هحطها في الفور لوب ولا فوق هنا؟ صح، هحطها فوق هنا مش هحطها هنا. هنزل كده بعد الايه وهعمل انتجر وهكتب لوكي، سوري، اهو اهو، وهحط الابوستروف دي واكتب الانلوكي اهي، واحط السيمي كول كده. تمام؟ لا مش تمام. ليه؟ لان انا قلت احنا لما بنيجي نبدا العد في الارقام بنبدا من اول فين؟ بنبدا من ال1، الزيرو ده ما بنبداش منه، احنا الناس الطبيعيه ما بتبداش بيه، لكن المبرمجين بيبداوا من الزيرو. يعني زيرو 1 مثلا، انا قلت لك انا عايزه من اول 1 لحد 10، عايزك تعدي لي عدد الاشخاص دول من 1 لحد 10، بس بطريقه البرمجه. يبقى مش هبدا من 1، هبدا من الزيرو. يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وقف لحد 9، مش هعد التاني دي، لان التاني دي اوريدي اتحسبت لما قلنا الزيرو. فانا لازم احط جنب اللاكي والانلاكي ايكوال زيرو، عشان ده العد اللي هيبدا منه. طيب هعمل كده ازاي؟ اهو هاجي عند اللاكي هعمل سبيس اهو واكتب ايكوال واحط الزيرو، وبعدين هاجي هنا وهعمل سبيس واحط الايكوال واكتب الزيرو. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ الجزئيه دي. ماشي. دلوقتي بقى انا عايزه دلوقتي بقى ان انا احط في الاف والالسي دول بقى، ان انا اكد على المعلومه ان لما ان اخر ستيب اللي هي الستيب دي، بس ان انا عايزه اقول يعني هعمل زي الحركه دي كده بالظبط لما عملنا الاي بلس بلس هنا. انا برضو عايزه اعمل هنا كده برضو في اللوكي عشان لما يجي يحسب، لان هو بيزود مش بينقص، احنا عايزين اللوكي تزيد. هعمل كده ازاي؟ هنزل تحت وهكتب لوكي كده من غير اي حاجه، كده من غير اي حاجه، واحط بلس بلس كاني بقول كلمه سي بلس بلس، بس شلت السي وحطيت حطيت اللوكي وكتبت بلس بلس. وهنا كذلك، طالما في else يبقى بنعمل العكس، unlucky واحط البلس بلس واحط السيمي كول. حلو حلو. دلوقتي كده احنا يعتبر خلصنا بنسبة، او اقدر اقول لكم 90% او كمان 99% خلصنا من المسألة. بعد كده المفروض هنعمل ايه تاني بقى؟ دلوقتي بقى احنا عايزين نقول له انه يطلع لي، لو يعني طلع لي بقى ready for battle و not ready for battle. كنت بتعملها ازاي؟ كنا برضو بنعملها بالاف. هنزل تحت دي وهكتب الاف، ماشي، وبعدين اهو هكتب بقى، هحط القوس بتاعنا وهكتب lucky، ان اللاكي احنا طبعا عايزين اللاكي يكون ازيد من الانلاكي، او هو كده كده المفروض يكون ازيد من انلاكي. فبعمل كده ان اللاكي اكبر
من الانلوكي unlucky، واحط طبعا القوس الكيرلي بتاعنا وانزل سطر. بعد كده بقى هبدأ اكتب، انا دلوقتي بقى عايزة اخليه يطلع لي ready for battle و not ready for battle. هكتب السي اوت واحط المساعدين، وبعدين هحط الدبل كوتس اللي احنا متعودين عليها عادي جدا، وهكتب ready for battle تمام، وهحط هنا برضو مساعدين، وبعد كده اكتب الاند لاين واحط السيميكول. حلو حلو. بعدين هنزل تحت القوس الكيرلي بتاع الاف ده واكتب هنا، اعمل تاب كده واكتب بقى else. هكتب else برضو واعمل نفس اللي عملته في الاف. لا هي خلاص اتعرفت، خلاص كده هي يعتبر اتخزنت، هو بقى فاهم طالما في اف يبقى بعدها else، والاس يعني الاف دي بيجي معاها الelse، فهو خلاص هيفهم يعني. هنكتب بقى السي اوت على طول كده اهو، واحط المساعدين واحط الدبل كوتس واكتب نوت ريدي اهو، وبطلع واحط هنا برضو المساعدين واكتب end line واقفل بالسيميكون. تيجي نعمل بقى رن ونجرب كده الكود بتاعنا، يلا بينا. بسم الله اهو اهو not ready. طيب اهي كانت فين اهي اهي كده، احنا حلينا المسألة او خلصت خلاص. شوفوا هي طويلة، وهي يعتبر انا بقول لكم ان هي يعتبر مسألتين جوه بعض، يعني شايفين اصلا كمية التست كيسز او السيمبلز اللي جايه لكم قد ايه كتيرة. 5 سيمبل حوالي، يعني ممكن نقول 5 مسائل في مسألة، لكن الكود بتاعها فيه افكار وحلو، يعني كويس جدا. انا شايفة ان هو حلو جدا، بس اللي فاهم المسألة من اولها صح. يعني لازم ترجعوا يا جماعة، اللي ما فهمش الجزء الاولاني لازم يعيده تاني، عشان انت بناء عليه لازم لما تيجي تدخل الجزء التاني وجيت تحل معانا الجزء التاني ممكن بنسبة 99% مش هتفهم اللي احنا قلناه، لانك ما تعرفش ايه اللي حصل في الجزء الاولاني. تمام. طيب خليني كده اراجع مراجعة سريعة خالص على الكود، مش هراجع على مسألة، هراجع على الكود. الكود احنا في الاول قلنا ان احنا نخزن variable وهو ال n بدل التست كيس. المسألة دي قلنا انها ما فيهاش تست كيس، فيها n. تمام. كتبنا ال n اهي وايه، وخزناها وحطينا انتجر وحطينا السين وعملنا كل الحاجات الحلوه دي. بعد كده جالنا مخزون جديد او variable جديد وهو الانتجر a n. عملنا ايه بعد كده بقى؟ جبنا الايه، هي كانت مطلوبه ان احنا نعملها بالشكل ده. دي يعتبر ده الايه اللي هي الاري، وده الان اللي هو عدد السولدرز اللي الرقم اللي احنا ما نعرفوش. كانوا المفروض ان يبقى شكلهم كده، الشكل ده بالظبط. فكان لازم نعمل الشكل ده عشان يطلع نفس الشكل ده. تمام، او يفهم الكمبيوتر ان هو كده. بعدين عملنا انتجر، ده طبعا بقى لسه في ده الجزء الجديد بقى اللي هو عملنا الانتجر وعملنا فاريبل جديد، خزنا فاريبل جديد لاكي. ومش لاكي بس كده، لا احنا كان المفروض ان لما يبدا العد بتاعنا، لما بيجي يبدا العد بيبدا من الزيرو ما بيبداش من الواحد. بعدين كان لازم نعمل بعد كده الفور لوب. ماشي، الفور لوب دي اتعملت ازاي؟ كنا المفروض نمشي على ستيبس، كتبنا الستيبس دي في النوتس وعملناها. النوتس دي هنا اهي، قلنا ان هي بدايتها بتبدأ من الزيرو، وعملنا فعلا الانتجر اي عشان هو هنا قال لي الاي بتاع soldiers is holding اللي هو عدد الويبن، وعملنا هنا الانتجر اي وفعلا كتبنا جنبها الزيرو. بعدين قال لنا ان احنا نعمل الكونديشن او الاند ان هو بيساوي الان، يعني ان احنا نعرف ده هل ده اكبر ولا اصغر، او هو اكبر او هو يساوي، او هو يعني بيساوي واكبر، فاهميني؟ يعني هو عادي، او ممكن يكون ده وممكن يكون ده. وممكن وبعد كده بقى عملنا الستبس دي اللي هي الاي بلس بلس. بعدين عملنا السين بقى عشان يعني دي برضو كان لازم يتعمل لها سين، بس السين بتاعتها كانت مختلفة، ما كانتش الان، كانت الاي. ما حطيناهاش كمان تحتيها، لا احنا حطيناها جوه الفور لوب لان احنا عايزينها تتعاد. بعدين جينا عند الاف بقى وعملنا عشان يطلع لنا ده فعلا، هل احنا عايزين بقى نفهم هل ده فعلا ايفن ولا يعني هل ده فعلا لاكي ولا انلاكي. فكان لازم نعمل اف ونعمل الستبس دي علامة المودلس يا جماعة. علامة المودلس دي اللي هي زي علامة البرسنت كده في الماس، بس في البرمجة بنقولها علامة اللي هي اسمها مودلس. ماشي. بعدين عملنا الإلس بقى بتاعة الإف، وكتبنا الأنلاكي، وطبعا كنا عايزينه يطلع لنا ready for battle و not ready، فخلينا ان الإف دي تبقى lucky و unlucky.
ان اللاكي اكبر من الانلاكي فيبقى ready for battle. اما الالس دي سي اوت اللي هي not ready for battle. وبكده نكون خلصنا الجزء التاني من شرح مسألة مهاسينا على موقع كود شيف. لو فاتك الجزء الأول هتلاقيه في القناة، وأنا هحط لكم اللينك بتاع الفيديو ده تحت في الكومنت. وما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك في كود فيرس عشان تكمل السلسلة معانا، ويلا باي باي.